ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. سؤال أو مشكلة دايما مطروحة وخصيصا الأيام دي، بذاكر كتير ولكن بحل غلط في الامتحان. دي مشكلة كبيرة جدا ولازم يعني مش بخوفكم، بس علشان لازم نقف كده مع نفسنا وتركزوا معايا في الأسباب اللي هقولها، لأن هي لها 3 أسباب لا غير. كوني بذاكر وبحل غلط يبقى فيه مشكلة. المشكلة دي عبارة عن 3 أسباب أو 3 مشاكل. ممكن يكون عندي مشكلة واحدة، مشكلتين، أو عندي 3 مشاكل. لازم أعرفهم كويس جدا وأعرف إزاي أتعامل معاهم علشان أذاكر وأحل صح. يلا نشوف مع بعض. أول حاجة، لو أنت بتذاكر كتير وبتحل غلط في الامتحان يبقى عندك 3 مشاكل. أول مشكلة، بتذاكر غلط. يبقى انت بتذاكر غلط. ازاي يا دكتور؟ احنا دايما اللي متابعني ومتابع محاضراتي بقول لازم نفهم، لازم نتابع حد يشرح لنا ويفهمنا المحاضرة كويس جدا علشان نقدر نستوعب كل الاسئلة الاندايركت والاسئلة الدايركت. فاول خطوة صح لازم تفهم. الطلبة اللي بيعتمدوا ان انا احفظ، يعني انا قابلت طلبه حافظه من الجلده للجلده واجي اسالها مش فاهمه. ما انتي حافظه بس، فانا مش عايزه ناس حفيظه، انا عايزه ناس بتفهم ولما جيلها سؤال بره الصندوق هتعرف تجاوب عليه. لكن اللي بيحفظ ده مش هيقدر يجاوب الاسئله دي. فلازم علشان اذاكر صح اول خطوه اعملها ان انا لازم افهم المحاضره، افهمها لنفسي، حد من زمايلي يفهمها لي، اشوف على اليوتيوب حد بيشرح كويس. المهم لازم افهم المحاضرة، دي خطوة مهمة جدا. تاني حاجة، ممكن اكون مش عارف يعني ايه انماط الاسئلة، ودي انا عامله لها فيديو هسيبها لكم في رابط الوصف. الاسئلة ما هيش نوع واحد، ده ليها انماط كتيرة وكل نمط ليه مسار تفكيري، يعني عشان ما اقعدش اضيع وقتي. ففي سؤال كده لا ما تقعدش تضيع وقتك في التفكير، لا هو عايز كده. وفي سؤال لا عايز التفكير بالطريقه دي. فلازم تعرفوا ايه هي انماط الاسئله وكيفيه التعامل مع كل نمط. على فكره الحلقه دي مهمه جدا، هتسهل عليكم حل الامتحانات بطريقه رهيبه، لان خلاص انا فهمت نمط السؤال ده ايه، فبالتالي هقدر اجاوبه بكل سهوله ومش هاخد وقت فيه في التفكير. تالت حاجه، ما اتدربتش على الاسئله. يعني انت فعلا ذاكرت وفهمت ولكن ما دربتش نفسك على الاسئله. وارد ان انا اغلط على فكره، يعني مش شرط ان انا ذاكرت محاضره اللي انا كل الاسئله اللي انا حليتها تبقى صح، لكن اللي انا اذاكر المحاضره وكل الاسئله اللي انا احلها غلط هي المشكله في كده. فوارد يبقى عندي 3 4 5 6 اسئله انا جاوبتهم طلعوا غلط، عادي جدا خالص، وارد. برجع لهم تاني، وده بقى التدريب. برجع تاني للمحاضرة بتاعتي أو الإجابات وأعرف خطأي في إيه. فالتدريب على الأسئلة مهم جدا، اللي أنا أدرب نفسي. يبقى